السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم في فيديو جديد من قناة كلاش ايجيبت. زي ما انتم شايفين في العنوان، استراتيجية تجميع النفط بعد التحديث الجديد، أو يعتبر في كلاش عامة. وهو يا شباب راح تشوفوا في الحلقة، راح أوريكم شوية بالاستراتيجية. زي ما انتم شايفين بالاستراتيجية 16 عملاق، 4 مفجر سور، 11 وزرد. الجيش لازم يكون متكون من مجموعة يعني من العمالقة ومن المفجر من الوزرد ومن الأرشر والهيلر. فلازم الجيش يكون متكون من المجموعة دي في مهما اختلفت الأعداد. فنشوفوا الهجمات ورقم هجمة لايف برضو على تجميع النفط. ده أنا عندي الصوت يا شباب يطلع متأخر، ما عشان كده مش هتكلم في الهجمة. تحاول انك تعمق الدفاعات والملوك والوزرد للداخل، عشان ولازم يكون عندك ملوك يعني اقوياء، عشان او حتى التاون 7 ليفل خليك برضو حلو. فلازم انك تطبق الاستراتيجية دي تجميع للنفط، وكده يكون زرنا النفط منه، نهبنا النفط منه. ننتقل للثانية والهجمة الأروع. يعني يعتبر مش عارف والله الأيام دي شغال الناس تهجم عليها تنزل وتطلع. فالمهم هجمة 3000 و 3072. أول حاجة لو كان الشباب يتقدم فاعذروني، لكن أنا أشرح وربنا يسهلها. أول حاجة تسحب الدعم، منك تسحب الدعم. اللي عنده أرشر وهيلر شغالة دعم هيلث في الملوك، رغم هي لو راحت مع الوزر تسحب الدعم، تقتل الدعم، تنزل الهوج عفوا العمالقة. حاول تفلتر الأماكن دي هنا وهنا، عشان تنزل الملوك من هنا. الجنود أو الملوك والأرشر والهيلر والحاجات دول الملوك وكلها يدخل في العمق عشان الإكسير. زي ما شايفين فلترت على الجوانب، نزلت تسريع عشان العمالقة يقضوا على أبراج الأرشر، يسرعوا عشان يتلقوا الضرب بدل الملوك، لأن اهتمامهم الوحيد اهتمامك الوحيد في الاستراتيجية على الملوك والوزرد والأرشر، لأن الدفاعات تكون اللي هي. رغم من كده يا شباب نتداول 9 ماكش، رغم برضو خدنا منه النفط يعتبر بسهولة يعني، وخدنا منه موارد يعني والبيت. فلازم ان الجيش يكون متكون من عمالقة حسب عدد اللي انت ترتاح له في الهجوم، ووزرد ومفجر سور و2 هيلر، 4 هيلر لو عندك الملكة. وكده تكون الهجمة انتهت واخذنا منه النفط. واعذروني لو كان الصوت متقدم على الصورة ومش عارف في حل الماضي، لكن نبدأ بالهجمة اللايف ونجمع القرية ونرجع لكم، وإن شاء الله نجمع لنا قرية حلوة. باك شباب، بعد ما رجعت لكم بقرية لقينا قرية يعني حلوة فيها كسير وذهب معقول ونفط حلوين. فأول حاجة نبدأ بالهجمة، واعتذر أيضا لو كان الصوت متقدم أو الصورة متقدمة عن الصورة. أول حاجة تسحب الدعم، طلع ما عندوش دعم تهجم من جهة. أنا عندي سبلات مش كاملين، لكن برضو بإذن الله راح أقفله وأجيب من النفط.
المفجر والعمالقة وتفلتر يا شباب اللي على الجوانب زي ما قلت لكم عشان الملوك ما يشطحوش، وتنزل الهيلر او ما تلقى الدامج خاص بالجاينت الدمج الجامد يعني. وبعد تنزل سيبوا بيت العامل، سيبوه نزلهم ريس بيل عشان يقضوا على المنطقة، وبإذن الله نقفل. وبرضه شوف نطبق الاستراتيجية لو كنت تاون 7 أو 8 أو 9 الاستراتيجية شغالة بأسرع وقت. أسرع وقت انت لو عامل تسريع البركس الخاصين بك، لو عامل تسريع يعني خلال يوم تجمع أعداد رهيبة من كميات رهيبة من الدارك إليكسر وأيضا كؤوس. يعني هي استراتيجية يا شباب، بما أن العمالقة أيضا ليفل 6 خرافيين، فاستراتيجية إن شاء الله تكون عليهم. وكده ظرفنا منه، نهبنا منه الإليكسر كامل، باقي بس شوية في الحفارة واعتبر اتخذوا خلاص. فندي خش الملك. أنا لو حابب أطور الملك على كده أطورها عندي 60,000 و 60,000 للتون 12 عفوا لليفل 11. لكن عندنا حرب، والحرب يعني فيها حماس، لأن رحت يعني عرب قلت لهم إن نعملوا هدنة، إحنا عرب ما نهجموش يعني وكده. قالوا أنتوا خايفين وكده، قلت لهم خلاص عشان كده مش راضي أطور الملكة أو الملك، فلازم بعد الحرب راح أدورهم وبإذن الله راح نسيت أدي الملكة تصير ملك عادي يعني، ممكن تنام كام دقيقة. فعذرا يا شباب إن كانت طورت 4 دقائق نام، ورفعنا بالفعل كؤوس. وزي ما شايف عن الخزان 60. فياريت فنوقف الحلقة ونرجع لكم ثواني يا شباب. رجعت لكم شباب بعد يعني، رجعت لكم ملحوظة جديدة يعني، وصلنا للزهر اللي شباب في تخطي الإعلان يكتب نطلع له تخطي، يطلع له عفوا هو من يكتب نطلع له إعلان ولا لا، عشان أعرف يطلع إعلانات ولا لا. فيا ريت إن أنت تكتب، وإن شاء الله تكون تطبق الاستراتيجية وتعجبك وتستفاد منها. وكده تكون انتهت حلقتنا لليوم. جهز جيش معاكم من كل زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين. نمسح كده ونحط هنا، والباقي كملوا أرشر. يا شباب والله مضمونة جدا 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 يعني. أي تون من تون 7 ل8 تهجم عليه وترفع كوسك بأسرع وقت، بدل ما تجهز جولم وهوج والحياة دي. السبلات تكون من بيل تسريع وريج. فياريت انها تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها. ان شاء الله تابعوا في القناة، راح تلقوا فقط الحاجة بإذن الله. ممكن تكون تسألني. أحب أشكر 419 مشترك. ألف شكر ألف شكر شكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.